اتعمل عليه مزاد في اتحاد الكوره صاحب اول واكبر خناقه بين الاهلي والزمالك، واتعمل عليه مزاد فعلا، مزاد اللي هيدفع اكتر هو اللي هيفوز بالصفقه. رمضان كريم عليكم، كل يوم لعيب ونجم كبير هقول لك عنه معلومه ممكن تكون ما تعرفهاش. انا سليمان الحلواني، فلنبدا الحلقه. اللي حصل كله ان رضا عبد العال كان منقول من نادي النيل للادويه لنادي الزمالك في صفقه انتقال لنادي الزمالك، انتقال حر ب 45,000 جنيه، وبعدها بسنتين بالظبط انتهى عقد رضا عبد العال مع الزمالك بعد ما بقى احسن لاعب في مصر، وكان احسن لاعب في الزمالك واحسن لاعب في مصر. وطبعا قرر نادي الزمالك ان هو يجدد مع رضا عبد العال عقده، وقدم له عرض جديد ب 25,000 جنيه بعد ما كان الزمالك متعاقد معاه ب 45,000 جنيه. يعني ازاي انا اكون لعيب جاي من نادي لنادي الزمالك ب 45,000 جنيه وبعد ما ابقى احسن لعيب في مصر تقدم لي عرض ب 25,000 بس؟ لدرجه ان رضا غلب مع الزمالك عشان يوصل بالعرض حتى ل 35,000 جنيه، ولكن الزمالك رفض تماما. رضا بعت خطاب ورا خطاب لاداره نادي الزمالك عشان يوصل بالعرض ل 35,000 حتى بس عشان يجدد مع الزمالك، وهو في الوقت ده احسن لاعب في مصر، ولكن الزمالك كان متمسك بال 25,000 جنيه. رضا طبعا خد بعضه وراح على مين؟ راح على مهندس صفقات النادي الاهلي عادل القيعي، وقعد معاه وقرر انه يمضي للنادي الاهلي. نادي الزمالك لما عرف راح عمل مشكله كبيره في اتحاد الكوره، وراح الاهلي وراح الزمالك وراح رضا وعملوا جلسه وقرروا ان هم يعملوا مزاد على اللاعب. سعر اللاعب في الوقت ده وصل ل 625,000 جنيه، ده كان عرض الاهلي، والزمالك اخره خالص كان واصل بالصفقه ل 500,000 جنيه. وطبعا الصفقه فاز بيها النادي الاهلي في النهايه، واتنقل رضا من الزمالك للاهلي بعد ما الزمالك كان اخره في الصفقه خالص 25,000 جنيه. رضا قدر يحقق الدوري مع الزمالك 3 مواسم، وبعدها على طول بعد ما اتنقل للاهلي قدر يحقق الدوري مع الاهلي 5 مواسم، وبكده يبقى رضا وصل ل 8 مواسم متتاليه مع فريق مختلفين. رضا في خلال 10 مواسم لعبهم في تاريخه كله في كره القدم قدر ان هو يلعب 140 مباراه فقط، وده طبعا رقم قليل جدا بالنسبه للاعب بامكانيات رضا عبد العال. رضا عبد العال في ال 140 مباراه دول سجل 16 هدف وصنع 24 هدف، ارقام قليله جدا بالنسبه لموهبه رضا الخرافيه اللي كانت في الوقت ده، موهبه فذه مسابقه سنها. رضا بالرغم من الموهبه الكبيره اللي كانت عنده دي، لكن ارقامه بالنسبه لموهبته قليله جدا طبعا. اتمنى اكون ضفت لك معلومه تكون ما تعرفهاش، وكل يوم هقول لك على معلومه جديده عن لعيب كبير. ورمضان كريم عليكم.